الوقت الشخصي. بابا حضرتك اسأل نفسك سؤال، هو انت وابنك صحاب بقى؟ لو انت وابنك صحاب هتفرق كتير قوي. لو ابنك بيحب يقعد معاك من وقت للتاني ياخد رايك وتحكي معاه هيفرق كتير قوي. تقولي طب واعملها ازاي؟ ايه المشكله لما تقول له تعالى نخرج شويه، تعالى نتمشى انا وانت، تعالى انا عازمك على سندوتشات فول. ايه المشكله لما تلعب معاه لعبه في البيت، تعالى نلعب مع بعض طاوله. ايه المشكله لما تاخد رايه في حاجه، لما تحكي معاه؟ بالوقت هينمو بينك وبين ابنك علاقه صحوبيه هتفرق في حياته وهتفرق في المذاكره بزياده. يعني هو لو وقع في مطب في المدرسة وعارف ان بابا ده صاحبي هيرجع جري يقول لك بابا الحقني، الانجليش عمال يتراكم وانا حالتي صعبة. لكن بابا ده لو بيصرخ ويزعق ويتعارك ويقعد يأنب وانت مش عايز تفوق لنفسك وانا ياما قلت لك، تفتكروا ايه النتيجة؟ ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى عايز يقول لي حاجة. عشان كده انا عايز ابني يبقى صاحبي، دي هتفرق كتير قوي معاه في كل مطب يقابله في المذاكرة، مع مدرس، مع اصحابه في المدرسة، وهكذا.